طب لحظة كده قبل ما ابدأ معاك الفيديو، لان المرة دي فعلا مختلفة عن كل المرات اللي بنزل فيها فيديوهات. شركة ابل انا واحد من الناس اللي اتكلم على موبايلات كتير فيها زي الايفون 6 بلس، زي الايفون 7 لما قلت لكم ان هو بيجيب اي سي صوت او خلافه، زي الايفون اكس بيقطع فيس اي دي. موبايلات كتير وموديلات كتير في شركة ابل وطلعت اتكلمت عليها، يعني مفيش شركة تحديدا انا بجامل فيها. لكن المرة دي بصراحة الوضع كان مختلف جدا، وهو الموبايل ايفون 13. النهارده جاي اكلمكم على ايفون 13، وعايز اقول لكم انا ضغطت على الموبايل دوت بشكل غير طبيعي. عارف انت لما تمسك واحد كده وتكون عايز تستفزه عشان تطلع اسوأ ما فيه؟ ده اللي انا بعمله في الموبايلات. انا ليا طريقة ممكن اضغط بيها على الموبايل عشان اقدر اعرف الموبايل لما بيوصل لليميت معين المشاكل بتاعته بتبدأ تظهر. الموبايل هنا للاسف انا ما عرفتش اوصل معاه للنقطة دي، لكن برضو مفيش موبايل بيخلى من العيوب. خليني اقول لك ان هو برضو في عيوب، بس العيوب بتاعته المعتادة من شركة ابل، زي موضوع النوتش اللي لسه موجود، او زي حاجات تانية هقول لك عليها في اخر الفيديو. لكن اللي خلاني اقول لك ان الفكرة النهاردة هتكون مختلفة، ان فعلا الموبايل النهاردة المميزات بتاعته طاغية على العيوب بتاعته بشكل واضح. يلا بقى ما تكسلش وانزل دوس لايك، وتعالوا نبدأ مع بعض اول حاجة وهي تصميم الموبايل. يلا بينا. وهنبدأ هنا بالتصميم الخلفي للموبايل. لو بصينا كده لشكل الموبايل من ورا، كعادة ابل الظهر في الموديلات الأخيرة جاي من الإزاز بشكل شيك جدا وبألوان أكتر من رائعة. هنبص على الإطار بتاع الموبايل هنا، هنلاقي الإطار بتاع الموبايل كله جاي من الألمونيوم، مش من الستيل زي اللي بيجي مثلا في ال11 برو ماكس أو ال12 برو ماكس. لكن هنا الموبايل هيفيدك إن وزنه في إيدك هيكون خفيف شوية. وزن الموبايل بالمناسبة هنا هيكون حوالي 170 جرام، فده وزن مناسب جدا، أو 174 جرام بالتقريب. هيكون وزنه كويس جدا في ايدك. حجم الشاشه هنا 6.1، يعني برضو حجمها هيكون ملائم جدا في ايدك. هتكون مسكه الموبايل مريحه. شكل الموبايل، التفاصيل اللي موجوده فيه لو بصيت عليها بكل اريحيه هتلاقي فعلا الموبايل شيك جدا، وكتصميم الموبايل هيكون مريح جدا لعينك. شكل الكاميرات برضو انا شايفه شكل مقبول جدا، مفيش اي مشكله عليه خالص. وعايز اقول لك ان بعض الالوان اللي نازله تخليك تمسك الموبايل مش عايز تحط له جراب اصلا او كفر. انت بمجرد ما بتبص لشكل الموبايل فعلا الشكل بيخطف عينك من اول مره، يعني اللي هو انت بتبقى مبسوط وانت ماسك الموبايل في ايدك. خلاف كمان ان هم حاطين نظام حمايه على الظهر وعلى الشاشه هيحمي الموبايل منك ويكون ضد الصدمات، بس طبعا ده ما يمنعش انك لازم تركب له جراب. ده بالنسبه للديزاين بتاع الموبايل. تعال بقى نخش في التفاصيل والحاجات اللي فعلا ممكن تفيدك. يلا بينا. تعالى بقى اكلمك على النقطة اللي فعلا هتفيدك بشكل مباشر، وتعرف انت ليه بتدفع المبالغ ديت في موبايلات ابل. هنا الموبايل بيجي بمعالج A15 بيونيك مع رام 4 جيجا مع مساحات مختلفة 128 او 256 او 512. طبعا هنا استغنوا عن المساحة 64. انت حرفيا معاك اقوى معالج في العالم، وخدها مني بكل ثقة. المعالج ده مش هيأثر معاك في اي حاجة لمدة 5 سنين بحد ادنى. يعني انت تقريبا ال5 سنين انت واخد اداء مستقر، وكلنا عارفين عن موبايلات ابل ان فعلا فيها استقرار في الاداء بتاعها بسبب نظام السوفت وير مع الهاردوير. فعلا بيديك تجربه استخدام بتكون مريحه جدا بالنسبه لك. وعايز اقول لك على نقطه تانية، ما تقوليش هنا الموبايل مثلا راماته 4 جيجا وفي موبايلات بسعر اقل منه بكتير، ممكن نص الثمن او اقل من نص الثمن بتكون 12 جيجا. عايز اقول لك ان شركه ابل احنا ما بنعتمدش معاها خالص موضوع الارقام. انت لو بصيت لشركه ابل الكاميرات بتاعتها لحد النهارده بتيجي بجوده 12 ميجا بكسل، ودي جاي لها قدام لسه هكلمك فيها، ظل ان دلوقتي في موبايلات 108 ميجا بكسل. فانت لو ركزت في النقطه دي جرب تصور بالايفون وجرب تصور بالموبايل ال 108 ميجا بكسل وشوف فرق الاداء في الصور سواء بالنهار او بالليل. تعالوا نطلع بقى للنقطه اللي بعد كده وهي الشاشه. يلا بينا. تعالى بقى اكلمك على الشاشه وجمال الشاشه. فعلا الموبايل هنا الايفون 13 هيديك واحده من افضل التجارب في الشاشات اللي ممكن تستخدمها في موبايل. هقول لك ليه. اول حاجه لان الشاشه هنا بتيجي سوبر ريتنا اكس دي ار اوليد بمساحه 6.1 انش بجوده بكسلات 2532 في 1170 بكسل بمعدل كثافه بكسلات 457 بكسل لكل انش. ومش بس كده، ده بتيجي كمان بنسبه سطوع 800 نتس، وممكن توصل معاك لحد 1200 نتس تحت ضوء الشمس. عارف يعني ايه الارقام دي؟ يعني الارقام ديت انت لو اتفرجت على الشاشه في اي محتوى تحت اي جوده تحت اي ظروف، تحت شمس تحت نور تحت ضلمه، بص في اي وضع انت هتتفرج فعلا هتاخد واحده من افضل التجارب المريحه لعينك، او شاشه ممكن تلاقيها في موبايل. فعلا الشاشه مريحه جدا. وقت ما باجي اتفرج مثلا على فيلم او بتفرج على حاجه معينه بتابعها فعلا بتاخد واحده من افضل التجارب. وعايز اقول لك على حاجه، ان شركه ابل واحده من افضل الشركات اللي ممكن تديك الوان في الشاشات بتاعتها. فعلا الالوان بتجيلك مشبعه جدا والاضاءه بتكون جميله، فانت موضوع الشاشه انت هتكون مستمتع جدا وانت بتتفرج عليها.
بس هي بصراحه في ملحوظه عليها خليني اقول لك، وللاسف انها جايه هنا بريفريش ريت للاسف 60 هرتز. المفروض ان في بعض الموبايلات دلوقتي بقى الحد الادنى ليها 90 هرتز او 120 لو احنا هنعلى بيها، لكن النهارده في 2022 لما نحط شاشه 60 هرتز اعتقد الموضوع مش هيكون حلو. بس عايز اقول لك على حاجه برضو لازم تاخد بالك منها، انت لو ما استخدمتش 120 هرتز انت مش هتحس بموضوع البطء او الحاجات اللي ممكن تحصل معاك في الموبايل، لان الموبايل فيه معالج قوي جدا واستجابته معاك هتكون سريعه. انت امتى هتحس بالفرق؟ ال60 من ال90 من ال120 لو انت بتستخدم 120 ونزلت لل60، لكن في العموم لو انت كل استخداماتك كانت 60 فانت مش هتحس ان الشاشه بتدي معاك اداء مثلا في بطء او حاجه، بل بالعكس هتلاقي الموبايل سلس جدا معاك وهيقدم معاك تجربه اداء فوق الرائع زي ما قلت لك. تعالى بقى ندخل على النقطه اللي بعد كده وهي الكاميرات، ودي واحده من اقوى نقاط قوه الموبايل. وعايز اقول لك على حاجه، انا دايما لما باجي اختبر الكاميرات ما بختبرهاش بالنهار خالص، لان بالنهار معظم الموبايلات هتديك جوده كويسه، لكن بالليل بيبان معاك الكاميرا اذا كانت هتكون كويسه ولا لا. ولو طلعت معاك اداء محترم بالليل اعرف وثق تماما انها بالنهار هتكون مرضيه جدا بالنسبه لك. هنبدا بالكاميرات هنا بتاعه الموبايل، وعندك مبدئيا كل الكاميرات بتاعه الموبايل بتيجي بجوده 12 ميجا بكسل سواء اماميه او خلفيه. وهنيجي للكاميرا الاولى الاماميه، هنا بتيجي بجوده 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.2. هنا الكاميرا هتكون ممتازه جدا بالنسبه لك وهتديك اداء زي ما انت شايف هيكون مرضي قوي لعينك. الكاميرا الثانيه للموبايل اللي مسؤوله هنا عن الفيس انلوك، مثلا لو هتستخدم فيس اي دي او حاجه، او هتكون مسؤوله معاك برضو عن تصوير البورتريه، بتيجي هنا من نوع SL3D. تعالى بقى نيجي للكاميرا الخلفيه بتاعه الموبايل، واول كاميرا فيهم بتيجي بجوده 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.6. فتحه العدسه هنا زي ما اتفقنا قبل كده، كل ما فتحة العدسة رقمها صغر كل ما بتكون أوسع معاك، كل ما بتدخل نسبة ضوء أقوى معاك، كل ما بيكون التفاصيل في الصورة أفضل معاك. خليني أقولك هتاخد صور شارب جدا، هتاخد صور هتكون مشبعة بالألوان، هتاخد صور في معظم الأوقات سواء بالنهار أو بالليل فعلا الصور هتكون مرضيه قوي قوي بالنسبه لك، هتاخد فيها كل التفاصيل اللي انت محتاجها. يمكن صح البورتريه مش نقطه قوه في الكاميرات، بس برضه هتاخد تصوير بورتريه محترم من الموبايل. هنيجي للكاميرا الثانيه بتيجي بجوده 12 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.4، وديت اللي مسؤوله عن التصوير الواسع لو حابب تاخد اكتر من حد معاك في الصوره. الكاميرات هنا فيها مثبت بصري من اقوى المثبتات البصريه اللي موجوده في اي موبايل. لو انت بتصور فيديو 4K او حاجه هتلاقي الموبايل فيه ثبات في الصوره غير طبيعي. لو انت مثلا ماسك الموبايل وبتتحرك بتجري بتعمل حاجه، الصوره هيكون فيها ثبات عالي قوي 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 معاك. عندك بقى هنا وضع السينماتيك مود، انا عايز اقول لك الوضع دوت فعلا وضع بروفيشنال. يعني انا النهارده بصور بكاميرا كانون مثلا مشتريها بمبلغ عشان اقدر اخد فوكس ورايا يتعمل ووشي يبلكوا عشان يبقى التركيز معايا انا بشكل مباشر. هنا الموبايل بيقدمها بشكل كويس جدا، بس لو اتحركت بصراحه جوه الكادر بتاع الكاميرا انت هتلاقي برضو بعض التفاصيل بتروح او الاطراف بتختفي معاك، لكن لو بتتكلم بشكل ثابت هتلاقي الدنيا سهله معاك وسلسه بشكل اكتر. لكن كفي المجمل كون ان هو يحط لك اوبشن زي دوت انك تاخد مثلا تصوير سينماتيك بالمنظر ده، لا الموضوع فعلا فظيع وهتاخد تجربه في الكاميرا انت ما جربتهاش في موديلات قبل كده. فالكاميرات خلي عندك ثقه جامده قوي فيها، وعايز اقول لك انها ما تختلفش قوي عن الايفون 12، تقريبا نفس الكاميرات اللي موجوده، بس عشان المعالج هنا الاحدث فممكن يكون بيعالج الصوره بشكل افضل شويه، لكن تقريبا هو نفس اداء الكاميرات الايفون 12. وبالمناسبه عايز اقول لك ان الاثنين سواء ال13 او ال12 قريبين جدا من بعض في كل حاجه باختلاف حاجات بسيطه جدا. تعالى بقى نخش للنقطه اللي بعد كده. لو بصينا للواي فاي والبلوتوث انت بتاخد اعلى اصدارات فيهم، فسواء لو شغلت ايربودز مثلا عليها او اي حاجه هتاخد صوت قوي جدا نقي جدا. الواي فاي لو مثلا الراوتر بعيد عنك هتاخد برضو اطول مدى معاك، ممكن تقدر تشتغل على التليفون ويكون الواي فاي بعيد عنك، فالمدى بتاعه هيكون بعيد معاك وهيكون مريح جدا بالنسبه لك. الموبايل هنا من افضل التجارب في السماعات الاستيريو، سماعات الموبايل الاستيريو هنا هتكون ممتعه بالنسبه لك، وعايز اقول لك هتاخد تجربه صوت ملهاش حل. تعالى بقى للنقطه اللي بعد كده وهي البطاريه بتاعه الموبايل اللي بتيجي بقوه 3240. برضو للاسف هنا الشحن السريع بتاع الموبايل ما كانش افضل حاجه، جايبين الموبايل بقوه شحن 20 واط تقريبا. الموبايل هيشحن معاك في حدود ساعتين، ده لو انت اشتريت الشاحن اصلا لوحده، لان هو الموبايل بينزل بي USB فقط لا غير، فانت لو جبته 20 واط هيشحن معاك في ساعتين، بس اول ساعه ممكن يجيب معاك لحد 80%، فبالتالي انت ممكن تشحن 80% وتكتفي بيها. وللعلم هنا بطاريه الايفون 13 تقريبا بتتفوق على بطاريه الايفون 12 بحوالي ساعتين زياده مثلا في الشغل. فتعالى بقى نخش بعد كده لبعض العيوب اللي موجوده في الموبايل اللي قلت لك هتكلم معاك فيها في اخر الفيديو. اول حاجه هتكلم معاك فيها ان للاسف مازال النوتش موجود، حتى لو قل عن السنه اللي فاتت بنسبه 20%، بس برضه مازال موجود، ودي حاجه للاسف بتكون جارحه للعين.
ده رقم واحد في الشاشه بكل القوه والمواصفات اللي جاي بيها، لسه محطوط فيها النوتش ده. اعتقد الموضوع دوت هيضايقك شويه، لكن بمجرد ما عينك تاخد عليها الموضوع هيكون سهل بالنسبه لك ومش هيتعبك. هنيجي للنقطه اللي بعد كده، وهو اليو اس بي الخاص بشركه ابل، وللاسف لسه لحد النهارده بيعتمدوا عليه. عايز اقول لك ان اليو اس بي تايب سي افضل منه واسرع منه في نقل البيانات وفي نقل الداتا. انا مش فاهم هم ليه لسه لحد النهارده بيحتفظوا باليو اس بي الخاص بيهم. اعتقد كان في بدائل ليهم افضل لو كانوا حطوا اليو اس بي تايب سي. ده بالنسبه لتاني مشكله برضو قابلتني في الجهاز، وزي ما قلت لك كلها مشاكل عامه على كل الموديلات مش خصوصا في الموبايل هنا. تعالى للنقطه اللي بعد كده، هو تقريبا على فكره الايفون 13 هو الايفون 12. صدقني مش هتحس بفرق بينهم خالص، يمكن غير في بعض الحاجات البسيطه جدا. يعني لو انت معاك ايفون 12 مش هنصحك خالص ان انت تيجي تجيب ال 13، استنى ال 14 ممكن يكون نازل بتقنيات اقوى وبمعالج احدث، فاستنى ال 14. وكالعاده هراجع معاك اخر نقطه ان الشاشه هنا 60 هرتز للاسف ضعيفه جدا زي ما قلنا في بدايه الفيديو، خلاف ان الموبايل هنا بيجي بقوه شحن 20 واط برضو قلت لك عليها. فدي تقريبا كانت بعض الحاجات اللي حبيت برضو ان انا اوصلها لك، وبكده اكون قلت لك مراجعه سريعه عن الموبايل 13، واكون عرفتك اهم التفاصيل اللي فيه واهم العيوب الخفيفه اللي ممكن تكون موجوده في الموبايل. بس فعلا كموبايل، الموبايل دوت انت لو اشتريته مش هتندم خالص، هتاخد استقرار لمده 5 سنين بشكل مريح جدا ليك. يا رب اكون قدرت اوصل لك المعلومه بشكل بسيط وسهل. ولو لسه بتتابعني لحد الدقيقه دي ما تنساش تدوس لايك على الفيديو، ولو انت مش مشترك في القناه يشرفني وجودك. واستنى مني فيديوهات الفتره اللي جايه، هيكون في مقارنات قويه جدا جدا بين الايفون 13 وبين الايفون 12 والايفون اكس والاكس اس ماكس، وهيكون في حاجات قويه جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. مع السلامه.